السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. حضراتكم النهاردة بتكلم عن فيديو عمله اخونا عمر ايمن مع شرطي في ولاية تكساس. واللي حصل ان الاخ عمر قال للشرطي تصريح غريب جدا، هو خرافة من العيار الثقيل. قال للشرطي ان مصر فيها تحرش جنسي بينما امريكا ما فيهاش تحرش جنسي. وطبعا هذه خرافة، لان تقارير CNN اللي عملت سيرفي قالت ان 99% من المصريات اللي شملهم السيرفي وفقا لتقرير CNN 99% من المصريات ادعوا ان هم تعرضوا لتحرش. طيب اما في امريكا السيرفي قال ان الامريكيات اللي شملهم السيرفي قالوا ان 65% منهم قالوا انهن تعرضن لتحرش. فاذا تصريح اخونا عمر ايمن للشرطي بان هو يقول مصر فيها تحرش جنسي لكن امريكا ما فيهاش تحرش، هذا كذب، هذه خرافة. كذلك طبعا هو التحرش بيؤدي الى الاغتصاب. مصر وفقا للاحصائيات والله اعلى واعلم كل مليون أنثى منها في السنة اللي فاتت اغتصبت واحدة. ما بقولش ان دي حاجة حلوة، نتمنى انهم يكونوا صفر، لكن امريكا في نفس السنة اللي فاتت كل مليون أنثى اغتصب منهن 270 واحدة، مش واحدة فقط لا غير زي مصر. فالنقطة هنا ان انت يعني قبل ما تروح تحقر نفسك وبلدك وشعبك قدام الاخرين وتخليهم يتنططوا عليك ويحتقروك اكتر مما هم محتقرينك اوريدي، اعمل البحث بتاعك. يعني قبل ما تقرر تنبطح اعمل البحث بتاعك عشان تدي للراجل معلومات صحيحة. والشرطي طبعا انشكح لما هو قال له الكلمة دي، وقال له انا عارف ان في ثقافات بتهين المرأة وبتعمل في المرأة والكلام الفارغ بتاعه ده. ليه؟ لانه المنبطح هو اللي اداله الفرصة انه يتنطط وينشكح بالشكل ده، رغم ان هو نفسه الشرطي ده لو عايش في امريكا على نفس الكوكب بتاع امريكا هيبقى عارف، او المفروض انه عارف ان في تحرش في امريكا وعارف ان في اغتصاب في امريكا. يعني انا لو مكان الشرطي ده اخرس واحط في بقي اوسخ جزمة وما اقولش انا عارف ان في ثقافات بتسمح بامتهان المرأة والكلام الفارغ اللي قاله هذا الشرطي. فالشرطي نفسه تناسى ان هو عايش في بلد مليانة تحرش واغتصاب. ليه؟ لان في منبطح اداله الفرصة لانه يقول الكلام الفارغ ده. بعد كده يا اخوانا ننتقل لتصريح عبارة عن خرافة. مين اللي قال الخرافة دي المرة دي؟ الشرطي قال ان الاسولت عبارة عن انك انت تلمس واحد على غير ارادته او رغبته، ده اسمه اسولت، وهذه خرافة، هذا كذب. يا اما الشرطي ده راجل حمار يا راجل كذاب، لان الاسولت دي يا اخوانا للي منكم بيقرا انجليزي معناها انك انت تتسبب في اصابة كبيرة جدا وخطيرة جدا لشخص ما. بتتكلم عن ضربة مطوة، بتتكلم عن ضربة سكين، بتتكلم عن رصاص، حاجة خطيرة بالشكل ده. يعني حتى لو واحد لكم واحد في وشه دي ما بيعتبروهاش يا اخوانا اسولت. ده انت ممكن تروح للشرطة وتقول لهم يا جماعة انا اتلكمت من فلان، مش هيعملوا لك حاجة. وزي ما بقول لك لان ده بيعتبروه مجرد هراسمنت، حاجة بسيطة.
ان واحد يخبط واحد ببوكس ببنية باي حاجة من دي، ده ما فيهاش، ما بيعتبروهاش اسولت. فالشرطي ده لما قال ان الاسولت انك مجرد ما تلمس واحد يبقى ده اسولت، الشرطي ده يا كذاب يا حمار. وعشان كده يا اخوانا، لان نظرا لان ناس كتير بتتخرج من الاكاديمية في امريكا حمير ما بيعرفوش حاجة، عشان كده في مشرفين عليهم. وبرضو ممكن الشرطي يكتب كذا اتهام لأي واحد مذنب انه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، القاضي ممكن يلغي من ضمن الاربع اتهامات، يلغي اتهامين، يلغي 3، لانه شايف ان الشرطي حطهم في غير موضعهم. فده بيحصل لان القاضي نفسه عارف ان الشرطة مش عارفين كفاية في القانون او مش قاريين حتى قانون بما يكفي. فيا اخوانا، لو واحد لمس واحد على غير رغبته او حتى لكمه، ده ما اسموش اسولت، زي ما الشرطي ده قال لعمر ايمن في الحوار. فلو حد جاي يهجم عليك وانت في امريكا، ده الدرس المستفاد يا اخوانا. دافع عن نفسك، ما تقولش انا هخليه يضربني وبعد كده هروح اشتكي للشرطة. لا، لان اللكمة دي هم نفسهم مش هيعبروك انك انت اشتكيت على حس لكمة، هيقولوا لك انت في رصاصة جواك ولا سكينة ولا حاجة، هتقول لهم لا خلاص سكتك بيضة، مش هيعملوا لك حاجة. ويوم ما انت تكون مثلا في مدينة محافظة والشرطة فيها يعني قايمة بشغلها قوي، هيكتبوا لك تقرير، بس مش هيعملوا عليه ورا التقرير ده بحث، ولا هيشغلوا كاميرات زي ما بعض البسطاء يكونوا فاهمين، ولا هيعملوا لك حاجة. انت ممكن تروح لمحكمة، تاخد التقرير ده المحكمة وتقاضي وموت يا حمار، وانت اللي هتصرف المصاريف كلها، وانت اللي هتشيل الليلة، ويا صابت يا 2 عور يعني. وبقول لك انها مش هتصيب. فأرجو من حضراتكم يا اخوانا انكم تنتبهوا، ان يعني انت لما تنبطح، انت لما تنبطح وتحقر نفسك وبلدك وشعبك قدام الاجانب، انت ايه اللي استفدته؟ وازاي متوقع ان هذا الشخص اللي بتنبطح له انه يحترمك اصلا؟ فهمني؟ وليه تعاملت مع هذا الشخص على انه هو احسن منك او كلام فارغ من ده، وحقرت شعبك قدام شعبه؟ وكمان لما تتكلم وتنبطح، اعرف انت عايش فين الاول وعلى انهي كوكب، افهم الكوكب اللي انت عايش عليه قبل ما تنبطح. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.